نحن لا نموت، نحن فقط نؤجل موتنا قليلا. هذا هو لسان حال الغزيين اليوم. الآلاف خرجوا قبل قليل مشيا نحو نتسارين، لا لأنهم يحبون السير، بل لأن الجوع طردهم من بيوتهم، لأن الفراغ ينهش أحشاءهم، ولأن الغريزة أقوى من الخوف. وجوههم شاحبة، أجسادهم هزيلة، عيونهم لا تنظر إلينا بل تنظر من خلالنا، كأنهم من عالم آخر. كل واحد منهم يحمل موته على ظهره، كأنهم قادمون من المقبرة لا إليها، عائدون إلى ما لم يغادروا منه أبدا. المساعدات لم يسرقها اللصوص فقط، سرقت الطفولة، سرقت الكرامة، سرقت الحياة من جذورها في غزة. الجنازات لا تمشي، تنتظر تصريحا أو خبرا عابرا في شريط أحمر على شاشة، ثم تمضي بهدوء، بلا صراخ، بلا نشيد، بلا وطن. كم خيمة سيغرقها الحزن الليلة، كم أم ستطفئ قنديل الأمل وتنام بقلب مفتوح على الفقد، كم طفلا سيتعلم كلمة يتيم قبل أن يتعلم كيف يلفظها، وكم أخا سيظل على عتبة الانتظار حتى يبتسم باكيا ويقول لأخيه الميت تأخرت كثيرا. أصدقاؤنا نتواصل معهم في غزة يقولون نحن لا نعيش هنا، نحن فقط نؤجل موتنا قليلا ثم نركض خلف وهم اسمه الحياة. الطرقات كلها تؤدي إلى المقبرة، وكل لحظة مفترق جديد بين من بقي ومن غاب. حتى الهواء صار سلعة يخشون أن تنفذ. يقولون صرنا نعرف طعم الحزن أكثر من طعم الخبز، وصار الحنين لغزة مثل الحنين لشخص ميت لا يعود. نعيش كأننا نعتذر عن بقائنا ونموت كأننا لم نكن يوما. هذه ليست حياة، هذه تذكرة عبور مؤجلة إلى غياب لا يعرف الرحمة. فيا أنتم لا تبحثوا في عيون الجائعين عن بطولة، بل ابحثوا فيها عن ما تبقى منكم إن بقي فيكم إنساني. هنا في غزة الموت ليس نهاية، إنه بداية ولا بداية سواه.